حاجات اوعى تعملها قبل امتحانات ثانويه عامه عن تجربتي علشان ما تندمش زي ما انا ندمت، ولو رجع بيا الزمن مش هعمل الحاجات دي تاني. اول حاجه اوعى تعملها قبل امتحانات ثانويه عامه وان انت تفكر تروح مطبق الامتحان. اختكم اللي قدامكم دي قررت ان هي ما تنامش قبل امتحانات ثانويه عامه وتروح كل امتحانات ثانويه عامه مطبقه. هل ده عشان هي دحيحه؟ لا، عشان كان عندها توتر غير طبيعي ان هي كل ما اروح انام يجي لي في مخي يا بنتي قومي ذاكري، يا بنتي قومي ذاكري، ده خلاص باقي 3 4 5 6 ساعات على الامتحان. فاروح تاني قايمه على المكتب وعايزه انام، دماغي خلاص مش قادره، اروح رايحه تاني. والمشكله بقى ان انا كمان مش مطبقه، ده انا كمان رايحه الامتحان معيطه. يعني انا قبل الامتحان رايحه بعيط ليه؟ علشان خايفه جدا 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 ومتوتره جدا جدا جدا، مش عارفه ايه السبب، بس انا رايحه خايفه، انا متوتره برغم ان انا مصليه وداعيه كتير 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 كتير، بس برده ما زال عندي توتر وخوف من الامتحان، لاني انا كسلمى. انا فكره اصلا في امتحان دي حاجه بتوترني، يعني عايزه اقول لكم لو في امتحان مش مضاف لي الحياه انا برده خايفه منه، اللي هو مش عارفه. فمهم جدا ما تروحش مطبق في امتحانات ثانويه عامه، علشان بجد بجد هتحسوا ان انتوا عايزين تناموا. انتوا عايزه لكم ان هيمنعكم من النوم في الامتحان هو ان انتوا مش عارفين تناموا عشان خوف من الامتحان، لكن انت دماغك دي بجد هتبقى في عالم تاني، قله التركيز عندك هتبقى كبيره جدا جدا. عايزه اقول لكم ان انا في امتحان الجيولوجيا انا اصلا كنت في اسئله كتير قوي انا كنت عارفاها بس علمتها في البابل شيت غلط، يعني انا كنت عارفاها بس علمتها في البابل شيت غلط، وده كان سبب ان هو انت رايح مطبق فيه فبتكون مش مركز خالص. فبالله عليك اوعى تروح امتحان ثانويه عامه مطبق علشان ما تندمش. تاني حاجه خد معاك حاجه حلوه وانت في الامتحان. هتقولي سلمى هو انا في ايه ولا في ايه؟ يعني انا هكون اصلا في دماغي ان انا اكل ولا حلو؟ عايزه اقول لك انت ممكن يجي لك هبوط في الامتحان، فخد معاك اي حاجه حلوه، مثلا خد معاك عصير، خد معاك كيكه، خد معاك بسكوت، خد اي حاجه فيها سكريات علشان لو جالك هبوط في الامتحان تقدر تساعد نفسك. فيبقى اول حاجه اوعى تروح مطبق. تاني حاجه خد معاك كاندي او حاجه. تالت حاجه بقى وموضوع الشنطه، انا ما كنتش اعرف ان الشنط ممنوعه في امتحانات ثانويه عامه. يعني انا في اولى وثانيه ثانوي كنت بروح بالشنطه بس كانوا بياخدوا مننا الشنطه، يعني كنت بسيبها كده بره قدام اللجنه بتبقى مرميه، بتاعتنا الشنطه بتبقى مرميه. بس في ثانويه عامه اصلا ما رضوش يدخلونا، يعني احنا دخلنا اتفتشنا والشنطه اتفتشت، قالوا لنا لا طلعوا الشنطه بقى لحد من اهلكم او سيبوها منهم ما تدخلوش بيها المدرسه ذات نفسها. خدوا دوسيه شفاف حطوا فيه ازازه ميه صغيره، ما تجيبوش ازازه 2 لتر طبعا، ازازه ميه صغيره وتفضل تكون ثلج علشان تفضل ساقعه معاك. خدوا معاكم قلمين جاف وقلمين رصاص واستيكه وبرايه ومسطره ما تكونش شفافه، هقول لكم ليه تاخدوا مسطره معاكم، وتاخدوا حاجه مسكره. وخدوا كمان الستاند اللي انتوا وخدوا كمان البتاع اللي انتوا بتسندوا عليه، السناده اللي احنا بنسرق عليها الورق. وعايز اقول لكم مش هتحتاجوا اصلا السناده اللي احنا بنسرق عليها الورق اللي احنا بنسرق عليها الورق، عشان اصلا ممكن تسند على كتاب المفاهيم، ممكن تسند على البوكلت بيكون تقيل، البوكلت بيكون كراسه فما بتبقاش صفحه قليله يعني. فما تقلقش من موضوع السناده ده لو مثلا ما حدش سمح لك ان انت تخش بيها. تمام. بالنسبه لموضوع المسطره مهم جدا جدا علشان وانت بتعلم البابل شيت تحط المسطره كده. يعني بص انا هبقى انزل لكم فيديو ازاي تتعاملوا مع البابل شيت، بس مهم جدا المسطره عشان تداري بيها السؤال وانت بتحل، لان بجد في موضوع البابل شيت احنا بيجي لنا حول، بيجي لك حول وانت بتحل البابل شيت بتبقى بص انت احول اقسم بالله بتبقى انسان طبيعي. يعني عارف انت لو عينك عكست بس اجابه مختلفه او مثلا نسيت تعلم سؤال واحد في البابل شيت انت كل الاسئله للاسف الشديد هتبقى غلط. دي معظم الحاجات اللي هتحتاجها قبل امتحانات ثانويه عامه. لو عايزين نكمل في بارت 2 عن امتحانات ثانويه عامه ذات نفسها واتكلم لكم على كل ماده واجواء اللجنه كانت عامله ازاي، اكتبوا لي في الكومنتس وتعملوا لايك للفيديو، والسلام عليكم.